كنت زعلانه عشان انا كنت قايل له يجيب بدله ويجيب لي بوكيه ورد، وهو ما جابش حاجه من الاثنين. هو كان بيصورنا، انا ما كنتش عارفه ان هو هينزل الفيديو اصلا، وهو ما استاذناش قبل ما ينزله. ايوه بحبه وعايزاه. أول ظهور للعروسة المغصوبة عروسة كفر الدوار. بعد انتشار فيديو العروسة المغصوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة كبيرة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت، وده كان بعد تداول مقطع فيديو لعريس وعروسة في كفر الدوار. العريس ذهب لإحضار عروسته من مركز التجميل، لكن ظهرت العروسة في الفيديو وعليها علامات الضيق والغضب وكمان استيائها كل ما يقرب العريس منها. ونشرت صفحة مركز التجميل مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسرعة الفيديو تصدر الترند وخد اسم أو خد عنوان العروسة المغصوبة. ومع انتشار الفيديو طلع كلام كتير جدا، منه ان العروسة رافضة الجوازة، ومنه ان ده مش العريس ده اخوها وكان في بينهم مشاكل، وكلام كتير من النوع ده. وفي اول رد فعل وتعليق من عروسة كفر الدوار بعد انتشار الفيديو، حكت العروسة على اللي حصل في اليوم ده وقالت انا كنت زعلان علشان كنت جايله يجي ياخدني من الكوافير ببدلة ومعاه كمان بوكي ورد، وهو ولا جاب ده ولا جاب ده. ونفت تماما كل الكلام اللي بيتقال انها مش بتحب عريسها وانها مغصوبة على الجواز، والكلام ده كله غلط. وقالت انا بحبه وعايزاه، بس هو كان سوء تفاهم وراح لحاله، وكان السبب البدلة والورد، وخلاص احنا متصافين ومتراضيين. واللي صور الفيديو عم صبر صاحب الكوافير، وما كناش نعرف انه هينزل الفيديو على مواقع التواصل، وكمان نزله من غير ما يقول لنا او يستأذن مننا. وكمان محمد زعلان جدا من اللي حصل من شتيمة واهانة اللي اتعرض ليهم على السوشيال ميديا بعد انتشار الفيديو، وكل اللي حصل بينا خلاف بسيط بسبب البدلة وبكل ورد. لكن انا بحب محمد وعايزاه ومش مغصوبة على الجواز ومفيش اي حاجة من الكلام ده.